بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في عروس البحر الأحمر جدة. هنا وقد حان موعد القمة، بل موعد الكلاسيكو الآسيوي الأول، حيث الطريق إلى مونديال 2026 وحيث بلوغ المجد ما زال يتطلب الكثير. هنا الأخضر يريد استعادة ملكية الصدارة، ويريد استذكار لياليه التاريخية، ويريد إهداء فوز مهم لشعب المملكة وبالتحديد لأحد أبطالها فهد المولد. ونحن نشاهد لمسة وفاة هنا من القائد سالم الدوسري بارتدائه للقميص رقم 19. هنا الأخضر في بين الانطلاقات، بينما هنا استعادة الكرة من جديد. كانت الثلاث التي أدارها، لكن اليوم أرض المملكة وصلت هذه الكرة طويلة، بتعود بعد ذلك السعودية. انطلاقة هنا تأتي لكنها سهلة السعودي في عديد المرات. كرة منقولة، وصل هنا السعود في لمسة، سعود في انطلاقة في عملية مقدم من المدافع الياباني، تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. إصابة علي لاجامي. اليوم المدرب روبن بدن كما بعد. كرة تصل سهلة عند حارس الدوسري توغل عرضية السعودية تأتي لا التعثر، لكن بعد ذلك بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس سوزوكي. من الوفاء الكثير بالنسبة لسالم. ولدينا كرة ومحاولة تأتي لمصلحة المنتخب. كانت موجودة الكرة بتعود سهلة إلى خارج الملعب، من ركلة مرمى ترسل هذه الكرة لمصلحة اليابان. التسديدة هنا تأتي، لكن الذي لابد أن يسمعه لاعب المنتخبين في هذا اللقاء هنا التدخل وخطأ. صافرة السيد كيم من هيوك تأتي لتعلن عن وجود وصلت من الطرف الأيمن، لمسة في وسط الميدان. صدل في تقدم سالم، في مرور، في تصويب تأتي، ولكن حارس المرمى سوزوكي سالم الدوسري خيار التسديد خارج من الطرف الأيسر. هنا فراس من جديد يريد أن يكمس الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر، بتعود الكرة إلى ذلك في اليسار لمصلحة اليابان. انطلاقة في وسط الملعب، تعود الكرة مرة أخرى بعد الأيسر. حذاري من ميتوما والعرضية، لكن تنبكت من كرات ميتوما. عرضية ترسل يابانية خطيرة تأتي كمادا يسجل أول أهداف المنتخب الياباني في شباك أحمد الكسار. كمادا وهدف أول، انطلق من الخلف لتصل إليه الكرة وليسجل أول أهداف المنتخب الياباني في هذه الأثناء. هذا هو كمادا بهذه الصورة. الكرة أرسلت بهذه الصورة، الكرة عرضت، الرقابة لم تكن موجودة على ميتوما. عرض كرة ميتوما، وجد نفسه كمادا ليسجل الهدف الأول للمنتخب الياباني. اليابان تسجل الهدف الأول في هذه الأثناء عن طريق اللاعب كمادا. بالمناسبة يا سيد موريال، ساعة أولى مضت من زمن الشوط المباراة الأول من هذا قبل السعودي. تمريرة بعد ذلك إلى مصعب، التغطية أمامه هنا، يحاول أن يقطع الكرة، بينما التصويبة الآن تأتي خطيرة، مرت بالسلام على مرمى أحمد الكسار وتحولت إلى ركلة مرمى. سعود يلعب له كرة عالية باتجاه فراس، حسان تنبكتي في التغطية. تدخل كان موجود يا سيد كيم من هيوك، حكم اللقاء يصفر خطأ على ويدا في اللقطة الماضية. في كرة من الطرف الأيمن، محاولة يابانية لكنها بتعود من الأيمن. سعود في لمسة تمريرة بشكل جميل، ترسل هذه الكرة إلى فراس. وصلت هذه الكرة أيمن، يلا يا أيمن يحيى يريد أن يمر الكرة. هي لا شيء، ركلة ركنية تنفذ عالية على الإبعاد وتشتيت أخرى. عرضية ترسل، لكن الكرة بتعود هي للتعادل، هي ما زالت فرصة تصويبة قوية، لكن الصدمات في دفاعات اليابانية. ما زالت الكرة قائمة في اليمين من التمريرة بعد ذلك في وسط الميدان. محاولة قائمة، يرسلها طويلة، هذه لمن قطعت في التقدم. فراس في المحاولة البريكان، لكن كانت على الحارس الياباني في اللقطة الماضية.
قريبة كانت الكرة الماضية. عصية هنا تأتي من الدفاعات اليابانية. سوزوكي خطيرة كانت، خطيرة. ناصر في كرة ساقطة خطيرة تأتي، لكن سالم في مرور. سالم في كرة عرضية، الأخضر بالرأس هنا تأتي لكنها مرت. جماهير السعودية ما زالت هنا فرصة سعودية عرضية، لكنها التغطية اليابانية كانت حاضرة. تصل هذا الجديد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. الخطر الياباني عن طريق ميتوما ما زالت بالراس. هنا تأتي ياباني، ترسل هذه الكرة إلى أقصى اليسار بعيدة. 3 أهداف مقابل هدف وحيد مبكرا. كرة منقولة أخرى ترسل باتجاه سالم، لكن ستنفذ ملعوبة. الكرة عالية بالراس. هنا تأتي ما زالت إلى سعود. يا سعود كاد أن يسجل هدفا رائعا، كاد أن يعيد الصقور بطريقة ولا أروع. شيء يحاول في أدوان، لكن يلا يا حسان. تمبكتي الكرة من أمامي، ركلة ركنية تنفذ. عالية تصل الكرة، طالت على خطيرة. حذاري من كرة تصويبة تأتي، لكن برافو أحمد، برافو الكسار في التصدي في اللقطة الماضية. مينامينو أخذ كل وقته وأخذ السعودي. ناصر في عرضية ترسل عالية، لكن السعودية من سعود. عرضية ترسل عالية باتجاه سالم الدوسري يتقدم من الطرف الأيسر. الكرة طويلة داخل منطقة سالم يا فنان، سالم يا لعيب. ممتازة تمرير سعود عبد الحميد في لمسة، تمريرة عن طريق فرق. العودة أسرع يا ناصر، كرة تصل لمصلحة إيتو، يرسل كرة ساقطة خطيرة الكرة، لكن برافو أمام سالم. برافو سالم، غطى كما ينبغي. يلعب كرة عرضية ترسل يابانية، تغطية ممتازة من لاجكتي. يرسل كرة ساقطة باتجاه صالح الشهري. هكذا هي نداءات من المدرجات ممتازة جميلة. هناك تدخل وهناك ممتازة إلى مصعب يحاول فيها صالح الشيس العالية. تمبكتي من واتارو اندو، تمبكتي في التغطية. حذاري من عرضية، هنا فرصة لكن تغطية دفاعية في لمسة. تمريرة لكن برافو، التغطية دفاعية من كادر. الخروج بالكرة بطريقة صحيحة. ترسل هذه الكرة عالية، لف الكرة بالراس. هنا قرر بهذا الشكل. عرضية لا تأتي، لكن برافو علي، لكن اصطدمت في المدافع الياباني. فيصل مرور ممتاز في أول لمسة. فيصل مرور آخر، تدخل بطاقة صفراء مستحقة على لاعب ماتشيدا. ممتاز هذا الدخول من فيصل الغامدي. سالم بالكعب، منقول الكرة ما زالت. هناك سقوط، ترسل عالية راسية، لكن التغطية اليابانية داخل خط الستة، بينما كرة داخلة وصلت هنا باتجاه سعود، لكن أقرب لها حارس المرمى. سالم إلى صالح، الكرة بتعود. إيتو يرسل كرة، الكسابان منقول الكرة، لكن برافو. هنا الثاني من هذا اللقاء. حذاري من الاختراقات اليابانية بالكرات البينية. تدخل كان من سعود عبد الحميد المهدد بالإيقاف. تكون الحل العرضية قد تتكفل بالعودة، لكن التغطية موجودة من الدفاع الياباني. يسار يابانية خطيرة الآن، ترسل هذه الكرة، لكن ناصر جونيا إيتو. حذاري من إيتو والتسديدة قوية، لكن برافو علي، برافو لجامي في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، صدمت في تمبكتي ولجامي وتمبيتو. يرسل هذه الكرة طويلة بالراس. هنا تأتي الهدف الياباني الثاني، الهدف الياباني الثاني عن طريق المتقدم أوغاوا يسجل ثاني الأهداف لمصلحة اليابانيين. اليابان تتمكن عن طريق بديلها أوغاوا من إحراز ثاني الأهداف قبل نهاية ب10 دقائق. ارتقى أوغاوا ليسجل هدف التعزيز للياباني، هدفان اليابان لا شيء للمنتخب السعودي. هكذا أصبحت النتيجة الآن. أوغاوا صالح أن تأتي كرة ما زالت عرضية، هذه التنفيذ. يرسل